في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الوايت نايت تصدر بيان رسمي للحشد والدعم قبل نهائي الكونفدرالية. أصدرت رابطة الوايت نايت الداعمة لفريق نادي الزمالك بيان رسمي عقب الإعلان عن العدد الجماهيري الرسمي لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأسفر الاجتماع عن الموافقة الرسمية على حضور جماهيري يصل إلى 46200 مشجع، بواقع 44200 مشجع للزمالك مقابل 2000 مشجع فقط للفريق الجزائري. حيث كتبت رابطة الوايت نايت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: تعلمنا في مدرسة الوايت نايت أن المستحيل ليس أبيض، وتعلمنا خلف الزمالك أن طريقنا لم يكن يوم خاليا من الصعوبات، وبالرغم من ذلك فنحن قادرون على العودة وعلى حصد اللقب من القاهرة. كونوا في الموعد لمعركة تشجيع فقط، وليلة يتحدث عنها العالم بأكمله برعاية جماهير الزمالك. موعدنا السبت القادم تلت يمين القاهرة على أتم الاستعداد. وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح اتحاد العاصمة بهدف لا شيء في سيناريو مثير كان في إحراز الزمالك هدف التقدم القاتل قبل أن يتم إلغاؤه بسبب عودة الحكم إلى الفيديو.